جايبه لكم النهارده غسول ومقشر للبشرة وكمان ماسك حلو جدا. بيخفف البقع في اسبوع واحد بس، تخلي اي بقع عندك من اثر حب الشباب والحاجات دي طبعا الحاجات لما في حبايه كده بتطلع لنا في وشنا. ايام البريود والكلام ده كله بنهرشها كده او بنفتحها طبعا العادات والتقاليد السيئه بتاعت زمان، فبتسيب اثر في الوش. وطبعا وشنا اهم حاجه عندنا. حتى لو أنتِ منتقبة لازم تهتمي بجمالِك، لازم تهتمي ببشرتِك، لازم تهتمي بنفسِك، حتى لو أنتِ منتقبة أو مش منتقبة، لازم تاخدي بالِك كويس جدًا من نفسِك. أهلًا وسهلًا بيكم في شُغلة وحكاية، منورين ومشرفين أحلى أخوات في الدنيا وأحلى متابعين. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. شايفين النتيجة الجبارة؟ باعمل لكم دايمًا النتيجة على إيدي كده، على فكرة أنا ما سِبتوش ينشف ولا حاجة، هو مش هينشف أوي، لكن هيتغسل ودي طبعًا كانت النتيجة. بيقشّر البشرة، بيشيل الخلايا الجلد الميتة، حاجات كتيرة جدًا. طبعًا شُغلة وحكاية لأول مرّة يتفرّج عليَّ أو على قناتي، النهارده شُغلة وحكاية، بنعمل شُغلة، بنعمل ريفيوهات، بنعمل حاجات جميلة جدًا، كل ما يخُص المرأة، من قلب المطبخ المصري ومن قلب الست المصرية لقلب العالم كُلّه، لقلب إخواتنا وحبايبنا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي سوريا وفي السعودية، وأنا خايفة أنسى حد. جميع الدول العربية والغير عربية، طبعًا شرف ليّا وجودكم معايا، أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شايفين النتيجة؟ فين بقى اللايك الجميل بتاعي والكومنت الحلو الإيجابي والاشتراك الجميل اللي هيشرفني وينورني ويسعد قلبي؟ طبعًا النهارده حكايتنا على بال ما نتفرّج على الغسول الخطير الرهيب الجميل ده. في ناس جايز تكون عارفاه وفي ناس مش عارفاه، بس بجد تحفة جدًا، 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 من أجمل الحاجات اللي أنا استخدمتها أنا وبناتي. حلوة جدًا ما شاء الله، جايبة نتيجة ممتازة جدًا، ما حبيتش أبخل عليكم، صراحة مش فاكرة كنت جايباه بكام، لكن أكيد الدنيا غليت طبعًا. أنا كنت جايباه من حوالي شهرين أو 3. طبعًا جبت 2، استخدمت واحد وده كان التاني، لإن طبعًا كان في واحدة حبيبتي استخدمته وشكرت لي فيه جدًا، جدًا، جدًا. ينفع لجميع أنواع البشرة، بس هو مخصوص للبشرة الدهنية الرخمة العنيدة بتاعة الصيف بقى اللي بتبهدلنا. بيشيل اللمعان اللي في البشرة، بيشيل كمان آثار الدهون. طبعًا حاجات كتيرة جدًا. طبعًا النهارده أخ من الإخوات الموجودين على القناة بعت لي رسالة وقال لي: "أنا أخ كبير، عملت لإخواتي كل حاجة، عملت لإخواتي جوّزتهم وربيتهم مع أمي، أبويا كان راجل متجوّز 2. طبعًا أنا كنت الولد الكبير لأمي، تعبت جدًا معاها، مش لاقي أي مقابل، جوّزت لها بناتها، ساعدتها وأنا لسه طفل صغير، كانت بتتاجر تجارة كده بسيطة على قدّها، كنت باطلع من رابعة ابتدائي أطلع من المدرسة أروح أساعدها، نِفْسي ألاقي حد يقول لي شكرًا، إخواتي مش شايلين الجميل، جوّزت الصبيان وجوّزت البنات، كمان دلوقتي أنا راجل كبرت في السِن شوية، عندي أولاد، نِفْسي إخواتي يقفوا جنبي يساعدوني، يحسّسوني بأي حاجة أنا عملتها لهم، أنا أبوهم وأخوهم صديقهم وصاحبهم وكل ما تتخيليه، مش عارف بجد أنا تعبت، معقول ما فيش حد عاد بيشيل الجميل لحد؟ جوّزت لها بناتها وجوّزت لها صبيانها كمان، لا بنات طمران فيهم ولا ولاد طمران فيهم ولا أي حاجة. أنا بجد بس لمّا بالاقي أمي قدّامي نِفْسي أترمي في حضنها، مع إني أنا كبرت في السِن، أنا راجل 45 سَنة ومن رابعة ابتدائي وأنا شغّال، اشتغلت في كل حاجة، علّمت إخواتي، لدرجة إن كان عندي توأم ولدين صغيّرين، الولدين دول لمّا ما جابوش مجموع في إعدادي، طبعًا أنا تعبت جدًا ودخّلتهم بالفلوس صنايع لإنّهم ما كانوش دبلوم صنايع يعني، طبعًا المصريين عارفينه، دبلوم فني يعني. دخّلتهم بالفلوس لدرجة إن أنا كان نِفْسي يبقوا أحسن منّي، كنت باذاكر لأخ من إخواتي منهم، إحنا 7 إخوات، كنت باذاكر لأخ من إخواتي وكان نِفْسي يطلع أحسن منّي، ذاكرت واجتهدت وعافرت في الدنيا ودخلت دبلوم، لإني طبعًا كنت باشتغل مع أمي ومش عارفة أذاكر. جِبت مجموع في إعدادي، دخلت دبلوم، جِبت مجموع في دبلوم، دخلت معهد، جِبت مجموع في المعهد، دخلت كُلّية تعليم صناعي، جات لي كُلّية هندسة، فعلًا جات لي كُلّية هندسة، لكن والدي في اليوم ده متجوّز 2 بس كان عندنا في اليوم ده وقال لي: "يا ابني المصاريف كتير وأنا أصلًا يعني مش قادر، أنت وراك مسؤولية."
أنت ما ينفعش إن أنت تصرف على نفسك بس، أنت وراك إخواتك، أنا لو مُتّ أنت إخواتك في رقبتك 7. طبعًا 3 بنات، كانت بنت واحدة منهم بس اللي اتجوّزت. مشكلتي مشكلة كبيرة جدًا، مش عارف، نِفْسي حد يقول لي شكرًا، نِفْسي حد يحس بيّا، أنا تعبت بجد، لمّا باشوفهم نِفْسي آخُدهم في حضني، نِفْسي حاجات كتير. معقول ما حدّش بيتمر فيه؟ معقول ما فيش خير في الدنيا؟ معقول أنا ردّيت عليه بصراحة لمّا قال لي: "ما فيش خير في الدنيا." قُلت له: "لأ، الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين." الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: "الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين." طبعًا الراجل تعبان جدًا، نفسيته تعبانة متدمّرة، عنده اكتئاب رهيب، نِفْسه بجد حد يقول له يعمل إيه مع إخواته، يعمل إيه مع أمه. طبعًا بيقعد يخاصمهم شوية ويرجع لهم تاني. معقول ما حدّش بيقول شكرًا، معقول ما حدّش بيشيل الجميل. القصة كلّها إن هو علّم إخواته صنعة حلوة جدًا، فتحوا منها محل كبير جدًا، وأول ما اتعلّموا سابوه وراحوا فتحوا لنَفْسهم بعد ما جوّزهم. بيتحايل عليهم حد ييجي يُقف معاه، عشان طبعًا عنده بنات وعنده صبيان عايز يجوّز البنات، والراجل طبعًا كِبِر في السِن وتعب لإنه شقيان من رابعة ابتدائي. طبعًا مأساة بجد، بجد قصة حقيقية من واقع الحقيقة ومن واقع الحياة الاجتماعية اللي إحنا عايشين فيها، قصة مؤثرة جدًا. بجد أنا باحكي لكم قصة عُمر، قصة أيام وسنين، عُمر كبير جدًا، جدًا، لكن طبعًا أنا مش عايزة أضايقكم أكتر من كده. بجد الراجل ده يعمل إيه؟ آآ معقول ما حدّش بيقول شكرًا؟ لمّا في أغنية كده بتتغنى أو بيسمعها اللي هي بتاعة الأخ الكبير اللي ما فيش خال بيسنده ولا عم بيسنده ولا الكلام ده، بالاقي دموعه بتنزل. آآ يعني دي أخته اللي كانت حاكية لي الحكاية، بتقول لي يعني هو عايز مننا إن إحنا نقول له شكرًا، هو دايمًا قاعد بعيد عننا. معقول مراته لمّا أنا حكيت مع أخته يعني، بتقول لي مراته بتحوشه عننا. قُلت لها: "طَب ما سألتوش نَفْسكم إيه السبب إن هو بِعِد عنكم؟ ما سألتوش نَفْسكم إيه السبب إن هو اتغيّر كده؟" قالت لي: "لأ، إحنا بس كل واحد ملبوخ في حاله." فطبعًا الراجل نفسيته تعبانة جدًا، جدًا. على فكرة هو حد قريب منّي جدًا. بجد أنا مش عارفة أتصرّف إزاي. ولا أخواته كمان عارفين يرجّعوه تاني زي الأول. نفسيته تعبت، بييجي له اكتئاب، بيقعد في البيت بالأيام والشهور ما عادش بيقدر ينزل. تعب نفسيًا جدًا، جدًا، جدًا. يتعامل معاهم إزاي؟ آآ كمان هو مش عارف ليه هُم بيعملوا كده، مع إن هو عمل كل اللي عليه، كل حاجة يقدر يعملها عملها، مش قادر يتأخّر خالص، ولا بيقدر يتأخّر عنّهم. لو حتى طلبوا نور عينيه لحد النهارده، عايز يطلّع نور عينيه ويدّيه لهم. طبعًا ربنا يهدي حالنا يا رب جميعًا. طبعًا غرنيه يا جماعة، ده النوع اللي قدّامكم ده خدوه screen تحفة جدًا، بيزيل الرؤوس السودا، مقشّر وغسول وفي نفس الوقت ماسك كمان. زي ما أنتم شايفين طبعًا، حطيته على إيدي بشكل دائري وتحت المَيّة. طبعًا لازم تبلّي إيدِك الأول. بيشيل جلد خلايا الجلد الميتة. بيقشّر طبعًا، بيفتّح البشرة، بيزيل الرؤوس السودا، بيعمل حاجات كتيرة جدًا، حلو جدًا، جدًا لجميع أنواع البشرة، خاصةً البشرة الدهنية. ممتاز، ممتاز، ممتاز. النوع ده بالذات بالفحم ده حلو جدًا، جدًا، جدًا. كمان هيخفف معاكِ البُقع في أسبوع واحد بس. جرّبيه وهتدعي لي إن شاء الله. ما تنسونيش بقى باللايك الجميل والكومنت الحلو الإيجابي. حبيت أحكي لكم بس قصة كده سريعة إن بجد ما حدش بيطمر فيه للأسف الشديد. الخير فيه وفي أمتي اليوم الدين أيوه، لكن والله عذرًا يا رسول الله.